بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا معكم في تقسيم الحديث من ناحية عدد الرواة في كل طبقة. ينقسم إلى قسمين: المتواتر وهو الذي تعددت طرق الرواية في كل طبقة، مجموعة من الرواة يستحيل تواطؤهم على الكذب، فقيل أنه في كل طبقة أكثر من 7، وقيل أكثر من 10 رواة في كل طبقة، وقيل أكثر من 7، وقيل أكثر من ذلك. أي في كل طبقة، الطبقة الأولى طبقة الصحابة، أكثر من 7 رواة للحديث أو 10 في الحديث، والطبقة الثانية أكثر من 10 اللي هما طبقة التابعين، أيضا الطبقة الثالثة أكثر من 10 رووا الحديث، والطبقة الرابعة أيضا أكثر من 10. ومنها الحديث المعروف: من تعمد علي الكذب أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه في كل طبقة جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. إذن هذا هو الحديث المتواتر، أنه في كل طبقة رووا هذا الحديث مجموعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، فهذا هو الحديث المتواتر. أي في كل طبقة مجموعة من الرواة تفوق 7 وتفوق 10 في بعض أقوال أهل العلم، أي جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من الطبقات. وبينا أن ابن حبان قسم الطبقات إلى 4 طبقات: طبقة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعي تابعي التابعين. وفي حد ذاتها أن هذه طبقة الصحابة بعض العلماء أيضا قسموها إلى طبقات، فطبقة كبار الصحابة وأواسط الصحابة وصغار الصحابة والعشرة المبشرين كأنس بن مالك، فهو في طبقة الصحابة من ناحية هذا التقسيم. وفي تقسيم آخر قد يكون من صغار الصحابة ولا يكون من كبار الصحابة أو من العشرة المبشرين من الجنة. ولكن هذا هو التقسيم المعتمد، هو 4 طبقات: طبقة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعي تابعي التابعين. وباش نعرفوا هذا التقسيم نقدر نرجع إلى كتاب الطبقات لابن سعد، وهو تقريبا موجود في كتاب الرجال والجرح والتعديل، وكتاب أيضا التخريج الأحاديث، فتجد هذا العلم علم الطبقات. قلنا أما أحاديث الآحاد وهي التي رواها دون عدد التواتر، معناتها رواها في كل طبقة أو في أحد الطبقات أقل من عدد التواتر، معناتها في طبقة من الطبقات ما لحقناش حد التواتر في هذه الطبقة من الطبقات، أو في كل الطبقات، معناتها أنه تلقى في طبقة رووها أقل من 7. إذا قيل أن 7 هو حد التواتر، ففي طبقة من الطبقات رووها أقل من 7، سواء في الطبقة تاع الصحابة أو طبقة التابعين أو طبقة تابعي التابعين أو طبقة تابعي تابعي التابعين. فهذا هو حديث الآحاد، وهو دون التواتر. ما كان دون التواتر فهو حديث الآحاد، وهو أيضا ينقسم إلى أقسام: فيه الغريب، وفيه العزيز، وفيه أيضا المشهور. فيه الغريب والعزيز والمشهور. وسنبين إن شاء الله عز وجل كل نوع من هؤلاء الأنواع أو من هذه الأنواع: العزيز والغريب والمشهور. والتواتر قد بيناه إن شاء الله عز وجل، يكون تبيين واضح، والله الموفق.